نجح، عملت تأثير مرعب في الفتنس اندستري كلها من غير ما حد يعرف شكله ايه، مش شكل جسمه، لا شكله ايه اصلا. يعني صدقني عن التجربه اللي انا عملتها دي، المشاهد مش محتاج يشوف جسم بهرمون. يعني رسالتك يا كابتن صلاح ان الجسم الطبيعي يكسب، دي رساله ساميه جدا في جيل طلع على ان الجسم الفورمه ده هو الاساس. لا، مش الاساس خالص. القيمه والقيمه اللي فعلا تضيف لشخص، مش حد بيجيب كونتنت ويكرره او يعيد صياغته. انا اللي محتاج بقى اسالك، بعيدا عن الكوتشنج، كشخص بيزنس مان قادر انه يفتح 4 5 6 مشاريع وبيزنس موديلز كلهم ناجحين وكلهم على ارض الواقع شغالين، ويطورهم ويوصلهم للليفل ده. صلاح لو تسالني انت بتصنف نفسك ايه، انا مش كوتش. ما عادش حد طايق اصلا يسمع حاجه تقيله، فانت بتقول كلام جميل جدا وتقيل جدا بمنتهى السهوله والسلاسه وبيوصل للقلب. وانا شايف ان دي نقطه تفوقك، انك فنان في تبسيط المعلومه، انك تبقى بتقدم ترفيه، حاجه لطيفه من غير ما تبقى بدون اسفاف، حاجه لذيذه اتعلم مع الشباب. لو قدمت للعميل تجربه لطيفه اجيب لك 20 الواحد، اجيب لك 20 شكرا. ولا اجدعها فيسبوك ادز والكلام ده كله، مش هتصرف جنيه. هي دي الماركتنج الحقيقي. يعني استغل المتاح بالظبط واصبر. بالظبط. انا بقى عايز اسالك سؤال، انت الفتره الجايه ناوي على ايه؟ هدي حضرتك حصريات بقى للبودكاست. المنهجيه اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي، ماذا بعد ما انا بهندل 400 500 كلاينت، بالنسبه لي انا قدرتي كده الحل الامثل كان بالنسبه لي اخر بروجكت حضرتك فيت اكسبرت. دي حاجه حصريه. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده، والنهارده ضيفي حد متميز جدا، بعيدا عن الشغل الجامد اللي هو عامله جدا، وبعيدا عن ان هو العقل المدبر ورا الاكاونت بتاع دايت اند شيت، لكن انا بصراحه بشوفه من النماذج الملهمه جدا جدا لجيل كامل. ان هو في طريق تاني وفي اختيارات تانية قدام الشباب اللي نفسها ان هي تحقق دخل من الفتنس اندستري عن طريق تاني غير ان هي تروح للهرمون وتروح لفكرة ان انا لازم ابقى بطل على الستيج. لا، انت ممكن يكون ليك مكان في المجال لو قدرت تقدم قيمة حقيقية، والموضوع ملوش علاقة خالص بقصة شكل جسمك، له علاقة بانت فعلا قادر تضيف ايه جديد وقادر تقدم ايه للناس. لان الراجل ده مش بس اثبت ده بشغل على الارض، لا ده هو عملها بطريقه اكستريم، ان هو ازاي نجح وعمل شغل وعمل حاجات عملت تأثير مرعب في الفتنس اندستري كلها، وحاجات مؤخرا واضحه للكل وظاهره للكل من غير ما حد يعرف شكله ايه، مش شكل جسمه، لا شكله ايه اصلا، هو مين اصلا. فبصراحه يعني بجد انا يعني مش عارف، يعني لعيب. خلينا كده ابقى بضحك ومبسوط تحت الماسك. بس مش يعني انا في قلوب تحت الماسك. لا بجد والله العظيم الكلام اللي انا بقوله لك ده كله من القلب يعني. فعلا انا شايفك كده يعني. انا بصراحه شايف ان انت من اجمل الحاجات اللي حصلت في المجال ان يبقى في نموذج زيك ظهر في الفتره الاخيره، علشان فعلا الرساله تكون واضحه ان هي لا، هي الموضوع لا، انت لو ليك قيمه تقدر تضيفها، ليك مكان تقدر تضيف، ليك مكان. السؤال بقى ده اللي انا ده يعني ده اللي ظاهر لنا، انت عملتها ازاي؟ هي الفكره كلها ان زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، الناس مش محتاجه تشوف شكلك ايه ولا جسمك ايه، لان الاجسام الفورمه الجامده جدا ظاهره من اول البودي بيلدرز التقال قوي لحد الفيتنس موديلز اللي جسمهم سلام وعندهم 6 باكس، ما اكثرهم. لكن اللي مش كتير القيمه، والقيمه اللي فعلا تضيف لشخص، مش حد بيجيب كونتنت ويكرره او يعيد صياغته. انك فعلا تقدم محتوى، المحتوى ده يخلي المشاهد ايا كان شكلك، ايا كان جسمك، ايا كان ايه هو، لا هو مجبر انه يدوس فولو. هيدوس فولو وهيسمعك، لان هو محتاج يستمد منك العلم والقيمة دي على مدار متابعته ليك. وده اللي الناس كتير بتغفل عنه. يعني صدقني عن التجربة اللي انا عملتها دي، المشاهد مش محتاج يشوف جسم بهرمون. يعني رسالتك يا كابتن صلاح اللي انت بتسعى فيها دايما ان الجسم الطبيعي يكسب، حتى في الادز بتاعتك انا بشوفها، دي رسالة سامية جدا في جيل طلع على ان الجسم الفورمة ده هو الاساس. لا، مش الاساس خالص، حرفيا مش الاساس. فدي كانت اهم حاجة انا يمكن لعبت عليها. خطوات ده كانت في الاول فيها ستراجلز كتير وفيها صعاب، يمكن انا اتهاجمت وشفت ناس بتسف على الموضوع، بس بعد كده الناس دي بقت هي حتى بعد الفيديو الاخير بتاع البروتين بارز، لا خلاص بقى كله مآمن بيك، مآمن ان انت فعلا بتديني حاجة انا محتاج اشوفها، انت فعلا عايز تضيف لي وعايز تزودني بدون اي مقابل، وهي دي القيمة الحقيقية.
ما شاء الله عليك، يعني حاجه جميله، وصدقني والله العظيم يعني كمل اللي انت بتعمله ده. انا من اكتر الناس اصلا اللي بتبقى مبسوطه يعني بتنزل حاجه والله بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن ان بقى في بينا احنا علاقه شخصيه وبينا اصدقاء يعني وبتاع، بس انا بحب يعني لما بتنزل حاجه ببقى عايز اعرف انت بتقول ايه يعني. بجد والله اللي انت بتنزله ده جميل، وبتعرض المعلومه باسلوب لذيذ في زمن اصلا ما عادش حد طايق اصلا ان هو يقعد يسمع حاجه تقيله، فانت بتوصل يعني الموضوع، بتقول كلام جميل جدا وتقيل جدا بمنتهى السهوله والسلاسه وبيوصل للقلب. وانا شايف ان دي نقطه تفوقك، انك فنان في تبسيط المعلومه. يعني ده شرف ليا اصلا كان بصراحه ان يعني حد من الناس اللي انا كنت بتفرج عليهم كده وانا لسه صغير، واشوف كابتن صلاح ده، وكلنا بنبقى بنتفرج بنستنى البوست بتاع حضرتك على الفيسبوك اصلا زمان. حرفيا ان حضرتك تقول فيا ده حاجه شهاده اعتز بيها. انا عامل هايلايت باسم كابتن صلاح سليم عندي في الاكونت عشان انا معتز بحاجه زي كده. دي شهاده فعلا اعتز بيها. وبرده من ضمن الحاجات اللي حضرتك قلتها، الترفيه رسالة. ترفيه انك تقدم فعلا معلومة بترفيه، دي رسالة. وانك تعملها خط شعرة ما بين انك تعملها من غير ما تقل من نفسك، انك تبقى بتقدم ترفيه حاجة لطيفة من غير ما تبقى بدون اسفاف، من غير اسفاف. بدون اسفاف، حاجه لذيذه اتعلم مع الشباب وتخلي مستمتع وهو بياخد المعلومه. انا بقول لك دي بصراحه عبقريه منك يعني، بالذات طريقه بقى السبوره، ولما تجيب حد تقعد تشرح له وبامبل بي. ايوه بامبل بي والحاجات دي بتبقى لذيذه يعني. هنط بقى معاك من موضوع لموضوع تاني خالص. حوار البروتين بار يعني، اتقال ان انت في اهداف من الموضوع ده، وفي شركات زقاك، وفي ان هي الترويج لمنتج تاني، في مش عارف ايه. بعيدا بقى عن ده كله، الفكره جات لك ازاي، او انت عملت ده ليه يعني؟ موضوع بسيط جدا. انا اولا ولا كان في شركة زقاني، وانا عملت الموضوع على حسابي الشخصي. كنت بشير ستوريز ليه، كان في ناس من الشركات دي بتشوف الستوري بس ما اكترثتش ليها. ولا انا ناوي انزل منتج واتعرض عليا وكنت هعمل ده فعلا، ولغيته عشان ما افقدش مصداقيه الفيديو. يعني انا لغيته عشان ما افقدش مصداقيه الفيديو. الفكره كلها ان في حاجات مش منطقيه، ما تستقلش بعقولنا. يعني ما ينفعش شركه تقول ان بروتين بار زيرو كارب. ازاي زيرو؟ يعني ازاي طبقه الشوكولاته اللي بره دي زيرو كارب؟ ازاي؟ وازاي زيرو كارب و2 جرام فات؟ يعني انت حاطط فيه ايه؟ حاطط فيه هواء؟ مش منطقي. برغم يعني هدي حضرتك حصريات بقى للبودكاست بتاع حضرتك. والله حصريات. الشركات الكبيره، يعني على سبيل المثال شركه جهينه مثلا، شركه مصريه اهي، التحاليل بتاعتها مظبوطه، وده مش اعلان ليهم ولا انا اعرف جهينه ولا انا اعرف اي حاجه من دي. انت جربت تحلل جهينه جريك يوجرت، الزبادي اليوناني كده الكابتن صلاح حللتها؟ جهينه جريك يوجرت مظبوطه شعره. بالملي. ولا اعرف صاحب جهينه ولا حد فيهم كلمني ولا اي حاجه. الشركات الصغيره بتاعت البروتين بارز اللي بتعمل حاجات كده على سكيل صغير، هو بيلعب على الكونسيومر اللي عايز حاجه تزود له في الجيم، فلعب لك على هاي بروتين، 32 جرام بروتين في بار 70 جرام، زيرو كارب 2 جرام فات. ازاي؟ مش لوجيك تماما. فده خلاني ان انا اسعى. يعني انت تمام، انت خارق للطبيعه وانت جينيوس، خلينا نشوف بقى الموضوع. عملت الموضوع، لقيت مهزله. هي جات لي من هنا، جات لي من بار مكتوب عليه زيرو كارب 2 جرام فات 32 جرام بروتين. فقلت عايز تعرف لنفسك. عايز اعرف انت عملتها ازاي. ايوه يعني عايز اعرف انت عملتها ازاي. من كتر ما انت سعيت انك تبيع على حساب ان اللي قدامك ده انت بتلعب بعقله، ده اللي خلاني عايز ورا الموضوع. ولا في اي حاجه ليها اي نوايا تماما. والواحد بيسعى دايما ان لو في حاجه كويسه منتج محلي انه كمان يشكر فيها. انا الشركات دي كنت بعمل لها دعايه ببلاش من غير ما حد يديني جنيه. كنت بنزل كده اجيب 2 بروتين بار واعمل كومبير ما بينهم واقول والله ده احسن عشان مش عارف فيه ايه. وانا والله ما كنتش يعني قبل ما اعرف الكلام ده كنت ببيعه عندي في المركز عادي جدا وبستخدمه، وما يجيش في بالي ان ممكن اصلا حد يكون يحط سكر في حاجه مكتوب عليها انها زيرو. بالظبط. لسبب، انا في العياده عندي عميل تغذيه علاجيه، فالعميل ده بيبقى فيه مريض سكر، انت فاهم ازاي؟ فتخيل مثلا مريض السكر ده راح سوبر ماركت مثلا عايز ياخد سناك، انت فاهم ازاي؟ حاجه سريعه ما يكونش فيها سكر وبتاع، تسنده لغايه اما يروح، وحاسب هو الانسولين اللي بياخده والكلام ده كله على كميه الكرب اللي داخله.
او ما انا بقى مديله مثلا حاجه فيها 20 30 جرام سكر، ما انت ممكن تموته. جنايه. سيبك بقى من البروتين، وان مثلا ده لعيب حديد وبيبقى حاسب بروتينه وبيحلم يا عيني ان هو يزيد وتعبان في التمرين وانت بوظت له الدايت، لا عادي مش هيموت. انما انا بتكلم بقى على مريض السكر، دي كارثه يعني، بالظبط. جريمه، بالظبط. مش قصه غش تجاري يعني. فسبحان الله يعني، ما حدش فينا كان يتخيل حاجه زي دي. وحضرتك انا فوجئت بالكومنت بتاع حضرتك ده. الكومنت كان قديم، كان قبل الفيديو تقريبا. قبل الفيديو. الكومنت اللي انا عملت له شير. اه حضرتك قلتها منطقي. انت عشان تصنع بار بالمواصفات المكتوبه دي بالكاد تجيب 25. حضرتك كنت كاتب تقريبا كان يكلف 68 جنيه. بس انا قلت يمكن عشان انا مثلا مش بتعامل بشريحه كبيره فالسعر غالي، بس يوم ما هدخل شريحه كبيره برضه هيعملوا 48 جنيه 50 جنيه. مش كتير. انت فاهم قصدي؟ بالظبط. فكان فعلا فكره انك تلاقي بقى حاجه بالمواصفات الخارقه للطبيعه دي وب 20 جنيه وب 25 جنيه دي سحر. سحر اسود. لا وسعره ثابت في التعويم يعني. ما بيزيدش. لا ما بيزيدش، فاهم؟ يعني ما كانش في اي حاجه ورا الموضوع ده ابدا، غير ان انت بس حابب تعرف لنفسك وللعملاء بتوعك وعايز تعرف. بالظبط. انا راجل بتاع دايت يعني، اكتبه للعملاء عندي ولا لا. بالظبط. والله يا كابتن صلاح لو كان في منتج فعلا في حاجه مظبوطه زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، انا كنت هقول من غير اي مش عايز منهم حاجه، ما تواصلش معاهم. ف بس كانش في اي اسباب. ورد فعل الشركات معاك كان ايه؟ رد فعل في العموم بعيدا بقى عن ان الناس دعمت، يعني اكيد في حاجات حصلت احنا ما نعرفهاش. حصل حاجات وخدوا اجراءات وعملوا حاجات، بس يعني في الاخر كلها اجراءات كيديه، لان انا ما عملتش حاجه غلط. صح. انا حتى ما شهرتش بيك يعني قانونا، انا حتى ما ذكرتش اسم الشركه. انا عامل هايد على كل حاجه، والمستهلك هو اللي استنتج اسم الشركه بتاعتك. المستهلك هو اللي استنتجها، انا بس حاولت اوعي الناس. انا على السكيل بتاع العملاء بتوعي هو اللي قلت لهم والله في كذا ما تستخدموش تاني، برغم ان انا في دايت بلانز ليا موجوده حتى الان من ضمنها البروتين بالانواع المكتوبه، الانواع اللي انا محللها. اكتر انواع انا بستخدمها مع العملاء هي اللي انت حللتها. هي اللي انا حللتها. ما عشان انت ما تعرفش غيرها، ما انت بتكتبها للعملاء عندك. انا بالظبط. فحللتها بعد كده جالهم فرمان بقى يا جماعه ستوب الكلام ده كله، مفيش حد يستخدم من اي حاجه تاني. فكان ردود افعال فيها شر يعني. المكالمه اللي جات لي بتاعت مصلحه البيزنس ومش عارف ايه ده، ايه العقليه دي يعني. حضرتك على سبيل المثال في البيزنس حضرتك دايما بتحاول تضيف حاجات وقيمه وتدي حاجات من غير ما بتبقى في دماغك الشخص. وكلنا ده بيبقى فيه هدف كده سامي ورا البيزنس اللي احنا بنعمله، اضافه للمجتمع. ده حاجه احنا درسناها اصلا في البيزنس، ان انت مفروض تضيف للمجتمع. على سبيل المثال ستاربكس غيروا الستروز بتاعتهم عشان تبقى صديقه للبيئه. مش عارف البنوك مش عارف بتحاول تقلل استهلاك الورق وتخلي كل حاجه كل الكلام ده انت بتحاول تحسن من المجتمع وانت بتكسب عادي خالص. حاول تضيف قيمه يعني، حطها في دماغك وفي تخطيطك. مش تقول البيزنس اهم مش طب انا عايز اسالك سؤال، هل انت هتكمل في القصه دي ولا ناوي على ايه الفتره الجايه؟ والله يعني في كام حاجه كده رئيسيه هعملها. يعني هل ده كامبين اصلا انت عامله؟ انا كنت مخطط انه يبقى كامبين، انا كنت عامله على موضوع البروتين بارز وقلت خلاص هيروح لحاله. بس الطلبات بتاعت الناس وان هم فعلا في ناس متعلقه بان منتج يبقى موفر وبيديهم القيمه اللي هم محتاجينها، هو اللي مخلتني اسعى ان انا اكمل في الموضوع. او عايز يصرف فلوسه صح، مش عايز يرميها في الارض. بالظبط. يعني برغم ان الموضوع مجهد عليا ماديا ونفسيا، كميه الضغط والاحداث وردود الافعال ومنتظر النهارده هيعملوا ايه، طب مش عارف ايه، طب الكلام ده كله ده مجهد جدا. بس على قد ما هو مجهد على قد ما خدت كميه دعاوي اكيد يعني في كميه ناس بتدعي لي. الحمد لله احتسب الكلام ده في ميزان حسناتي. طبعا. ففي حاجتين كده هينزلوا وهنقفل على السلسله يعني في حاجات لسه انت ماشي في انك انت تقول ايه الصح فيها والغلط. البروتين باودرز المحلي هتحلل البروتين الباودر. بتهزر. يا ابني هتتقتل. حصريات كتير النهارده في قلق بجد والله. يعني انت هتجيب الواي بروتين المصري اللي موجود كله وهتحلله كل الشركات؟ مش كلها يعني، هاخد كام حاجه من الاكثر استخدام. الاكثر استخداما انت متاكد؟ الاكثر استخدام اكتر حاجه جات لي في الكومنتات. في حيتان في السوق. ربنا يستر بقى. ربنا يستر عليك. انا ماليش دعوه ولا ما اعرفوش، هو جاي لي بالماسك.
عشان ما حدش يضغط عليا، انا بريء منه. انا ما اعرفوش. بس احلى حاجه انك يعني احنا طالعين بكذا ماسك، لان في ناس في واحد بيقول لي انت اللي ورا الموضوع ده عليا انا. الدرجه دي والله هم شكوا في كل الناس، بس ما تخيلش هم شكوا فيك انت شخصيا. والله كذا حد بيقول لي انت اللي ورا الموضوع ده، انت اللي زائق الناس عشان انت بتتكلم على الاسترويد وبتاع. تقول الاسترويد حاجه والبروتين بره حاجه تانية يا جماعه. ده حاجه وده حاجه، ده بره الموضوع خالص. لا بس هي بصراحه كانت تقيله قوي قوي يعني. انا بقول لك بصراحه تاثيرها كان قوي، وانا ظني انها هتظبط السوق. اقول لك على حاجه، انا ما عنديش مشكله ان البروتين بار ما يكونش فيه بروتين، بس اكتب عليه. بس قول لي بالظبط. اكتب عليه ما والله تغفلنيش. قول لي ان هو يا عم بيديني كارب وفات، قول لي والله هشتريه كسناك. انرجي بار. انرجي بار هنشتريه والله. بري ورك اوت. اكتب هاي بروتين بالظبط. اكتب ان هو عليه هاي بروتين وحط لي فيه 7 8 جرام، هفرح. هفرح والله، هفرح بيه، فاهم؟ انما ما تكذبش عليا وتقول لي عليه ستيفيا وهو ما مليان سكرلوز ولا مليان سكر ولا. يلا هو سبحان الله ربنا يعني بيسبب اسباب معينه بدون تخطيط او تدبير مسبق. يعني انت بتقول اهو هي حاجه جت كده معاك بالصدفه علشان يعني ايه يعني تعديل مسار لسوق كامل. بالظبط. سبحان الله يعني. والله انا ما اتخيلتش ردود افعال الناس على الموضوع، يعني ما اتخيلتش انه ردود افعال الناس على الفيديو هتبقى للدرجه دي. يعني انا خفت بعد اول 48 ساعه من الفيديو، ايه ده في ايه؟ كنت متخيل ان الموضوع هيبقى على قد الكم حد فولور بتوعي تمام، بس الحمد لله يعني الحمد لله الواحد ساهم انه يساعد الناس بس مش اكتر. ما شاء الله عليك بجد يعني، كمحتوى وكتأثير وكشغل. حبيبي يا كابتن صح، ما شاء الله على حضرتك بقى كشخص بعيدا عن الكوتشنج، كشخص بيزنس مان قادر انه يفتح اكتر من بيزنس موديل وينجح فيهم ويطورهم ويوصلهم للليفل ده. انا اللي محتاج بقى اسالك في حاجه زي دي. يعني بجد ازاي انت كعقليه رائد اعمال قدرت تخرج، ازاي قدرت تخرج اصلا من عقليه انك كوتش بس لعقليه رائد اعمال صاحب 4 5 6 مشاريع؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. 4 5 6 مشاريع وبزنس موديلز كلهم ناجحين وكلهم على ارض الواقع شغالين، في ظل ان انت كان معاك عملاء اكتف وسحبت نفسك يعني عملت القصه دي ازاي؟ التحول ده عملته ازاي؟ دي اقوى ترانسفورميشن انا شفتها في حياتي. بص هي القصه معايا انا يعني عايز اقول لك ان انا صلاح يعني يقينا مش كلام دبلوماسي، يقينا شايفها توفيق من ربنا فقط يعني، فاهم ازاي؟ بس اكيد كل حاجه بيبقى ليها اسباب، يعني لو جيت تتبعت كل حاجه فيها توفيق بيكون ليها اسباب. فانا شايف ان من الاسباب في حصاد الموضوع ده كله ان هو وصل للشكل ده حاجتين: نوايا طيبه وانت ماشي، بيبقى عندك نوايا طيبه وبتكون كير بالمجموعه اللي حواليك، بس بتمشي نوايا طيبه وبتكون كير بالدايره اللي حواليك، فربنا بيقوم مسخر لك الدايره اللي حواليك يصطفي لك منها ناس ويزرع فيهم الاخلاص، فتلاقيه اللي انت بتزقه بقوه 10 بقى 20 ويطلع غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وتلاقي ان الموضوع بقى دايره رزق كبيره مربوطه باكتر من شخص، والموضوع بقى اكبر منك. انت فاهم ازاي؟ فلو ربنا لو انت عامل حاجه مش كويسه او انت شخص مش حلو، لو مش هيكرمك عشانك انت، بيقوم كرمك عشان الناس اللي حواليك، وترجع تاني النوايا الطيبه لسه موجوده، فتلاقي ربنا يقوم يلهمك انك انت تروح لنقطه ابعد وابعد وابعد وابعد، وتلاقي الموضوع حصل بالحجم اللي انت شايفه على الارض كده. الخطوات بقى اللي حصل بيها حاجه زي دي، انا كان طول عمري من وانا صغير، يعني انا ما اعرفش انت عارف ده ولا لا، بس انا اصلا والدي تجار عطاره وجمله يعني، فانا من صغري وانا واقف في المبيعات في القطاعي وحاجات زي كده، ففكره التعامل مع الناس وان انا اكون في وسط تيم وحرك ناس اكبر مني والشخصيات المختلفه اللي بتعدي عليا وهندل العميل والكلام ده كله، ده اتعلمته في العطاره من الوقفه القطاعي، والمبادئ بقى بتاعت اصول التجاره والعرف واحترام الزبون وتقدير لقمه العيش اتعلمتها من والدي. انت فاهم ازاي؟ بيئه العمل اللي هي الايه بتاعت الاصول بتاعت زمان دي، فمن دي انا طبقت المبادئ دي في الهوايه اللي بحبها، اللي هي كمال الاجسام والتدريب والتغذيه والكلام ده كله. لكن انا كصلاح لو تسالني انت بتصنف نفسك ايه، انا مش كوتش، انا بحب اعمل شغل. انت فاهم قصدي؟ فطول الفتره دي كان في سؤال في دماغي: ماذا بعد ما تبطل تمرين؟ ماذا بعد ما اللمعه بتاعتك على السوشيال ميديا تروح؟ ماذا بعد ما كان الحاجات اللي بتربط الناس بيك تبدا تختفي؟ لازم الشغل الاونلاين والحاجات اللي على السوشيال ميديا دي تبقى براند،
ولازم يبقى في منها على الارض، عشان وقت ما انت حتى تبقى مش موجود الشغل ده يبقى موجود ومكمل، او حتى لو انت حبيت تسحب نفسك بره الصورة تقدر تعمل ده، او علشان حتى تعرف تعمل نمو. لانك مهما كان الموضوع محدود بقدرتك انت على انك انت تقدر تتابع كام عميل او تقدر تتحرك قد ايه، فمحتاج ناس تحتك، ناس تساعدك، محتاج تيم. فالموضوع بدأ واحدة واحدة يكبر. العيادة ودتنا للأكاديمية، الأكاديمية رجعتنا تاني لتطوير SST. الشغل اللي بنعمله احتاج مننا ان احنا نعمل ماركتينج كامبينز تقيلة، فعملنا تيم ماركتينج. احتاجنا نروح للسوفت وير، فسبحان الله عملنا سوفت وير. السوفت وير عشان نتعرف عملنا برودكت قوي جدا، وعملنا التاني والتالت والرابع، والقصة بقى تشعبت. بس كانت هي دي الكور بتاع الموضوع. تاني نوايا طيبة وتكون كير بالناس اللي حواليك، تلاقي ربنا يسخر لك بقى يعني ايه، بطانة كويسة كده تكون حواليك، يرزقك بشباب كويسين شبهك وشبه نيتك، يبدأوا يحركوا معاك الدنيا. انت فاهم ازاي؟ ما تحسب لهاش بقى، انت ارمي نفسك في النار وربنا معاك. انت فاهم دماغي؟ بس فتحس ان اللي بيتفرج على الفيديو يقول لك ايه الدروشه دي، ده ايه الشغل الصوفيه ده؟ بس والله بصدق هو ده. يعني انت تسالني عن حاجه خلصت، لو حبيت الخصها مش انما مش هقول لك انا لا اصل انا عملت ماركتس ريسيرش وبعقليتي الفذه ورحت هارفارد خدت MBA وبتاع. انا راجل على الله. انت فاهم ازاي؟ خريج كليه تجاره، انتساب جامعه المنصوره، وسقط فيها سنتين. يعني مش هاخدك لزون الكتب والتعليم والكلام ده كله، في بركه وتيسير بسبب الحاجتين دول اللي بقولهم لثالث مره: نوايا طيبه وتكون كير بالناس اللي حواليك. مصلحه الناس اهم مصلحه البيزنس. دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. مصلحه الناس، مصلحه الناس، ما هي نوايا طيبه. انا نفسي اديك، نفسي اساعدك انك تبقى احسن نسخه من نفسك، نفسي اساعدك ان انت حياتك تبقى احسن، نفسي فعلا ما تاخدش هرمون، نفسي فعلا ان انت تتعلم حاجه كويسه، نفسي اساعدك انك انت تشوف ان السوق مش مقفول وتشوف ان في فرصه شغل من غير ما تسافر، وتشوف ده كله. وانا بقى نفسي اعمل لك ده، مفيش مانع اكسب. فهمتها؟ يعني مفيش مانع وانا بعمل ده، مفيش مانع اكسب. مفيش مانع وانا بشغل 10,000 شاب وبشغل 100,000 شاب اعمل ملايين في الجنب. انت فاهم ازاي؟ بس هي دي ده المنهج، وده ده اللي جوه دماغي. يعني اللي هو انك انت تكون حقيقي، انت فاتح بيزنس فعلا بتفيد الناس، واكسب بقى مفيش مشكله، اكسب براحتك، ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه. بس انا تقريبا قاعد بتكلم من ساعتها. ده الكلام ده مهم جدا، كلام مهم جدا، مهم لاي حد عايز يكبر في المجال ويجرو. فلازم يفهم ان انت لازم تخرج من قصه ان انت الوان مان شو، زي ما حضرتك كنت بتقول كده، ان انت تبقى لا انت صاحب بيزنس. ماذا بعد اما اللمعه تروح؟ لو ظبطت معاك كلمه رائعه، كلمه رائعه. يعني فعلا انك تبص لقدام 10 سنين تشوف طب وبعدين، ما فعلا هيطلع شباب عنده طاقة مواكب وطاقه وسوشيال ميديا اكتف اكتر من العصر اللي خلاص بقى. احنا كنا لسه الفيسبوك بتقول انا حضرت الكلام، حضرت الفيسبوك بوست بتاعت حضرتك يعني الحاجات انتهت دي الطريقه القديمه بتاعتي في التسويق دي انتهت. بالظبط. انت فاهم ازاي؟ وهيطلع شباب جديده كمان 5-6 سنين يعملوا حاجات بالنسبه لهم ده والحاجات دي والناس الجامده اللي موجوده تحس ان هي حاجات قديمه. انت فاهم قصدي؟ فطالما ربنا كرمك بقى وفتح لك باب رزق، ما تكتفيش. فكر ازاي ان هو يكبر، وخد ناس في ايدك كتير معاك وانت بتكبر، هتلاقيه بيكبر لوحده، مش عشانك انت بس، عشان الناس اللي حواليك. فهذه الاستراتيجيه. يعني انت فاهم ازاي؟ انك تربط اكل عيشك انت ورزقك بارزاق ناس كتير حواليك، تلاقي ربنا بيكرم وبيفتح. انت فاهم قصدي؟ بس هي دي الاجابه بتاعت السؤال اللي انت قلت لي عليه. الحلقه بقت دروشه. انا بقى عايز اسالك سؤال. يعني انت الفتره الجايه ناوي على ايه؟ يعني الله اكبر عليك، محتوى قوي جدا، الله اكبر عليك، الاونلاين بتاعك ونتائجك بصراحه مبهره. احب اعرف يعني فضول، شوف لو في حاجه حصريه تقولها لي. يعني لو في حاجه حصريه اقولها لك، انت عارف كل حاجه. انت لو تقولها له. لا لو انت عايز تقولها للناس، لو في حاجه حصريه في حاجه حصريه ان في بنفس المنهجيه اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي. ماذا بعد ما انا بهندل 400 500 كلاينت؟ بالنسبه لي انا قدرتي كده، الحل الامثل كان بالنسبه لي اللي حضرتك لسه اخر بروجكت حضرتك فيت اكسبرت. دي حاجه حصريه. وبناء عليها هقوم بنفس الفكر كده ببراند جديد قائم على الفكر ده، ويعني تفاصيله بقى قدام، بس يعني فيت اكسبرت كولابوريشن سون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى خطوه جميله. وهي طول
تول قويه مجرد اداه انت بتشكلها بقى زي ما انت عايز بهويتك بدماغك بكل حاجه يعني. هي خطوه قويه اصلا ان انت يكون عندك المايند سيت بتاع انك انت ادركت بسرعه بدري ان انا لا اللي انا فيه ده رغم ان هو جامد جدا، لكن لا انا عايز انط من الخطوه دي لخطوه ابعد طالما الخطوه دي بقت ثابته معايا. طيب احب اعرف منك لو في شاب جديد بيبدا ونختم البودكاست بدي، لو شاب جديد بيبدا ونفسه ان هو يكون له مكان في المجال، انا قلتها كتير بس انا حابب اسمع انت وجهة نظرك، تنصحه بايه؟ اول حاجه الاستمراريه، وما يستناش الناتج وريتش وفلو وعملاء من اول شهر ولا 2 ولا 3 ولا سنه. انا لو كنت استنيت ناتج في اول سنه ليا انا كنت استسلمت من اول 3-4 شهور. انا كنت بس بعافر ان الناس تشوف ان في كائن جديد على وجه الارض بيقول حاجه وبيضيف حاجه. فاول حاجه هي دي مفتاح بالنسبه لي، استمراريه. وزي ما قلنا في اول البودكاست، قدم قيمه وخلي ليك شخصيه او كيان مستقل. بالنسبه لي كان في مفتاح مهم جدا، ان الكيان ما يبقاش باسم آسر، ما يبقاش بالبيرسونال بتاعي، ما يبقاش بشخصيتي انا، يبقى باسم براند دايت اند تشيت. عشان قدام يعني حاجه كده بسيطه من اللي عند حضرتك، اللي هي عشان قدام يبقى البراند ده قائم بذاته. آسر حصل له ايا كان ايه اللي حصل، دايت اند تشيت هتفضل قائمه. دايت اند تشيت من غير آسر هي براند قائم بذاته، في يوم من الايام هيبقى مشروع قائم بنفسه. تعمل مع براند مش مع فرد. يبقى تعامل مع براند واستمر، كمل، اعمل كل ما اوتيت من قوه ان انت تكمل، برغم ان انت مفيش ريتش، مفيش عملاء، مفيش اي حاجه، بكل القدرات اللي انت فيها في الوضع الحالي. ان شاء الله تصور بكاميرا موبايلك، قدم حاجه مفيده للناس وكمل فيها. يعني انت قصدك يستغل المتاح بالنسبه له، ويستغل المتاح من ادوات بالظبط. ولو مفيش دايره هو عارف ياثر فيها ومفيش عملاء، يستغل دايره التاثير اللي حواليه من اهله ومعارف واصدقاء حتى لو ببلاش. بالظبط، مهمه جدا دي، مهمه جدا، وياخد جداً. منها فيدباك ويبدا يبني عليها شغله، واحده واحده الدنيا بتوصل. ومن اهم الحاجات ان اللعبه بتاعتنا لعبه واحد بيقول لزميله وزميله بيقول لزميله. انا اكتر ناس عرفتني كان من دايره واحد اشترك عمل نتيجه، قال لاصحابه ده في واحد بيلبس ماسك كده عمل معايا نتيجه حلوه. لعبه قايمه على مشاركه التجارب بالظبط في الجيم، وان احنا نقعد نحكي مع بعض برامجنا ايه بالزبط. ونفتح برامجنا في الجيم. فالورد اوف ماوس فيها قويه جدا، مرعبه. مرعبه. لو قدمت للعميل تجربه لطيفه هجيب لك 20، الواحد هيجيب لك 20 شكرا. ولا اجدعها فيسبوك ادز والكلام ده كله، مش هتصرف جنيه. هي دي الماركتنج الحقيقي، هو ده. يعني استغل المتاح بالظبط واصبر. بالظبط، دي رسالتك للشباب. بالظبط. انا مبسوط جدا انك انت معايا النهارده يا ياسر. اكتر والله. حبيبي يا ياسر، سلام عليك حبيبي. مشبر. انا خدت بالي. يلا نلبس الماسك بقى ونختم الحلقه. وبما ان الترند كله دلوقتي ماسكات زي آسر، فانا قررت ان انا بعد كده الحلقات بتاعتي كلها هتبقى بالماسك ده. الماسك ده هديه. الماسك ده هديه خلاص من آسر، وهتبقى بقى صلاح اند شيت.